كلمتين عن ماشي النهارده مختلفة شوية، وهي عن حاجات أنا قررت أهادي نفسي بيها علشان أبقى أحسن في شهر 7 و8. 10 حاجات عملتهم في خلال الشهر اللي فات إنه أخلي نفسي أحسن، إن أخلي نفسي مبسوطة أكتر، إن أشتغل على نفسي، إنه أدي نفسي بريك. فرقوا كتير في نفسيتي. 1، بنام الساعة 11 واصحى الساعة 8 كل يوم including الويكند. 2، بسيب التليفون تماما من 2 ل3 ساعات أو أكتر في اليوم. 3، بقرأ كتير جدا على قد ما أقدر، برضو في حدود ساعة، ساعة ونص في اليوم على الأقل. 4، ابتديت أرجع أكتب كل مشاعري على ورق. 5، وأنا عارفة أن مش كل الناس تقدر تعملها، بس بقعد في عزلة أطول مدة أقدر أقعد أنا فيها كهبة في عزلة. 6، كلنا عندنا حاجات مسوفينها ومأجلينها ومشاوير وحاجات المفروض تتعمل وتوضيب. أنا بقى كتبت لستة بالحاجات اللي أنا مسوفاها كلها، سواء مشاوير، تاسكس، ديوتيز، وابتديت أشتغل عليها. 7، مهمة، إنه لو مش قادرة أعمل حاجة مش بعملها، مش بضغط على نفسي خالص، تتعمل بكرة ما يجراش حاجة. 8، القيلولة، يعني باخد قيلولات كده قصيرة كتير خلال اليوم الحقيقة. 9، تليفوني على سايلنت طول ما أنا في البيت، وأنا معظم الوقت في البيت. 10، ودي مهمة جدا، ما بتفرجش غير على حاجات، يا إما حاجات تضحكني يا إما حاجات تلهمني فقط، غير كده أنا مش طرف. أنا عارفة إنه أنا علشان ولادي كبروا بقى عندي متسع الوقت، يعني متسع من الوقت إن أعمل كل الحاجات دي. مش لازم تعمليهم كلهم، بس على الأقل استخدمي الليستة دي كإلهام ليكي إنك تقدري تسعدي نفسك وتشتغلي على نفسك وتفكري في نفسك كأولوية جزء من الوقت.